هل تساءلت يوما لماذا ذكر الله تعالى في القرآن مخلوقات صغيرة جدا مثل النحل والنمل والعنكبوت؟ قد يمر الإنسان على هذه الآيات مرورا سريعا، لكنه عندما يتوقف ويتأمل فيها يجد أمامه عالما عجيبا من خلق الله. فالنحلة مخلوق صغير، والنملة أصغر منها، والعنكبوت قد نراه في زاوية من زوايا البيت ولا نعيره اهتماما. ومع ذلك خصص الله سورا بأسماء هذه المخلوقات، مثل سورة النحل، سورة النمل، وسورة العنكبوت. فلماذا؟ هل ذكرها القرآن لمجرد الحديث عنها؟ أم أن وراء ذكرها عبرا عظيمة ورسائل تستحق أن نتوقف عندها؟ في هذا الفيديو سنتأمل معا في هذه المخلوقات الثلاثة، وسنرى كيف يمكن لمخلوق صغير جدا أن يذكر الإنسان بعظمة خالقه. أولا، النحل. يقول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تأملوا جمال هذه الآية. الله سبحانه وتعالى يلفت أنظارنا إلى هذا المخلوق الصغير وإلى ما أودعه فيه من نظام وهداية. النحلة تتحرك في هذا العالم وتبحث عن رزقها، وتنتقل بين الأزهار ثم تعود إلى خليتها، ثم يخرج من بطونها العسل. والقرآن لا يذكر هذه التفاصيل لمجرد المعرفة، بل يختم الآية بقوله: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والآن ننتقل إلى مخلوق أصغر حجما، النملة. قال الله تعالى في قصة سليمان عليه السلام: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. تخيل المشهد: جيش كبير يسير وسليمان عليه السلام مع جنوده، وفي الطريق كانت هناك نملة تحذر قومها: ادخلوا مساكنكم. وسليمان عليه السلام الذي أتاه الله ملكا عظيما لم يحتقر هذا المخلوق الصغير، بل تبسم من قولها، ثم دعا الله تعالى أن يشكره على نعمه. وهذا درس عظيم جدا: القوة لا تعني أن تحتقر الضعيف. قد تكون عظيما في نظر الناس، أو تملك مالا أو علما أو منصبا، لكن المؤمن الحقيقي لا يجعل قوته سببا للتكبر. وسليمان عليه السلام مع عظيم ملكه انتبه إلى نملة صغيرة، وكأن الآية تعلمنا أن الإنسان لا ينبغي أن يكون كبيرا في نفسه لدرجة أن لا يرى إلا نفسه. ثالثا، العنكبوت. والآن نصل إلى مخلوق ذكره القرآن بطريقة مختلفة تماما. قال الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هنا لا يأتي ذكر العنكبوت لمجرد الحديث عن هذا المخلوق، بل يضرب الله به مثلا. فالآية تتحدث عن الذين يتخذون من دون الله أولياء يعتمدون عليهم من دون الله، فجاء المثل ببيت العنكبوت. وهذا يجعلنا نتوقف عند معنى مهم: ليس كل ما يبدو قويا من الخارج يكون قويا في الحقيقة. قد يكون للإنسان شيء يظنه مصدر أمانه ويعتمد عليه اعتمادا كاملا، ثم يكتشف أن هذا الاعتماد ضعيف. أما المؤمن فيجعل اعتماده الحقيقي على الله، ولهذا يقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فما الذي يجمع بين النحل والنمل والعنكبوت؟ قد يبدو أن هذه المخلوقات الثلاثة لا علاقة بينها، لكن عندما نتأمل الآيات نجد أن القرآن يأخذنا من المخلوق إلى الخالق. النحلة تقول لك: تأمل في خلق الله، والنملة تعلمك: لا تتكبر مهما بلغت قوتك، والعنكبوت يذكرك: لا تجعل اعتمادك الحقيقي إلا على الله. وهنا نفهم شيئا مهما جدا: القرآن ليس كتابا نقرأه بسرعة ثم نغلقه. القرآن يدعونا إلى أن ننظر حولنا ونتأمل ونسأل أنفسنا: ماذا يريد الله أن يعلمني من هذه الآية؟ ربما في المرة القادمة التي ترى فيها نحلة لن تراها كما كنت تراها من قبل،
وربما عندما ترى نملة صغيرة تمشي أمامك ستتذكر أن الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه، وربما عندما ترى بيت العنكبوت ستتذكر أن القرآن جعله مثلا حتى نتعلم أن القوة الحقيقية ليست فيما نراه بأعيننا، وإنما في التعلق بالله والثقة به. وفي النهاية كل هذه المخلوقات الصغيرة تذكرنا بحقيقة كبيرة، أن عظمة الخالق تظهر في كل شيء حولنا حتى في أصغر المخلوقات. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلا تمر على آيات الله مرورا عاديا، تأمل وتفكر وقل سبحان الله. وإذا أعجبك هذا النوع من المحتوى اشترك في القناة، لأننا في كل مرة سنتوقف عند آية أو قصة أو مخلوق ذكره الله في القرآن، ونحاول أن نفهم الدروس والعبر التي تحملها لنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.